من أحلى الخروجات اللي ممكن تعملها وتنفذها بنفسك وتتبسط جدًا، جدًا فيها، هي المتحف الزراعي بالدقي. يا جماعة بجد المكان ده مبهر ومش واخد حقه. يعني أنت بتتكلم 8 متاحف هتدخلهم ب20 جنيه حرفيًا. طيب ده البوابة الرئيسية أول ما تدخل منها هتلاقي المبنى اللي على إيدك اليمين ده اللي هو اسمه متحف المقتنيات. طيب ده بقى فيه كل حاجة عن أولاد محمد علي. هتلاقي بقى حاجات كتيرة أوي، 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 والسجاد بتاعهم ومقتنيات كتير من أيام محمد علي. طيب كمان هتلاقي المتحف الصداقة المصرية الصينية، ده فيه كأنك بالضبط دخلت متحف من متاحف بكين بتفاصيل برضه مذهلة، بالفوانيس بتاعة الصين، مجسمات أو صورة سور الصين العظيم، حاجات كتير أوي، أوي، أوي. طيب برضه من ضمن الحاجات الفظيعة بقى هنا هي المجموعة العلمية اللي قدامكم ده، متحف المجموعة العلمية، وكمان متحف القطن. أنا طبعًا هادخل لكم المجموعة العلمية ده وهافرجكم عليه لأن ده أكتر حاجة مبهرة هنا، وكمان متحف هناك بقى النباتات، قصاده الناحية التانية متحف اللي بيتكلم عن الزراعة المصرية القديمة، و ورا خالص البهو السوري، بخلاف بقى حديقة لطيفة جدًا، جدًا هتيجي تستمتع أوي، أوي فيها هنا أنت وأولادك. حديقة مساحتها حلوة، فيها مقاعد كتير. طيب تعالوا بقى كده ندخل بقى المجموعة العلمية اللي أنا شخصيًا باحب لمّا باجي هنا أخش المتحف المجموعة العلمية ده، لإن فيه حاجات تفاصيل مبهرة. تعالوا كده بسرعة. أول ما بتدخل هنا طبعًا المكان مكوّن من دورين. أغلب المتاحف اللي هنا موجودة مكوّنة من دورين. في حاجة دور واحد ولكن الأغلبية دورين. ده اللي هي اللوحة اللي هي التأسيس بتاع المتحف، اللي هو بيقول لك إن هو أُنشئ 1929. طيب بعد كده بقى بتدخل بقى هنا، الخريطة بتتكلم عن محاصيل الذرة والرز والفول والقطن، بتتكلم بقى عن مصر يعني زمان. وبعد كده بقى الحياة بقى بتاعت المصريين اللي هي الحياة الاجتماعية والثقافية بتاعتهم. يعني هتلاقي مثلا هنا اللي هي صناعة السلال بتاعت زمان عند المصري القديم اهي. طيب كمان هتلاقي الفرن بتاع الزجاج اللي هو إعادة تصنيع الزجاج. كمان هتلاقي اللي هو حلج القطن، وكمان النول بتاع زمان. وكمان هتلاقي الريف المصري اللي هو عبارة عن الفخار، صناعة الفخار. طيب أنا في عجالة عشان وقت الفيديو ما يبقاش كبير. برضو القهوة بتاعت زمان، القهوة بقى بكل تفاصيلها. بنشوف إحنا القهاوي ديّة أيام يعني الأفلام بتاعة فريد شوقي ومحمود المليجي وبتاعة زمان أوي، أوي. هتلاقي الأفلام بتوضّح الكلام ده. كمان الزفة بتاعة المصريين زمان كانت عاملة إزاي. ومن أكتر الحاجات المبهرة برضه طبعًا السوق المصري بتاع زمان كان عامل إزاي. حتى الجداريات اللي موجودة بتؤكد على المشهد. طيب هندخل بقى إحنا بيت من بيوت المصريين، الفلاح المصري القديم، ده من أكتر الحاجات المذهلة هنا. طيب بُص تفاصيل حتى ده، كأنك بالضبط دخلت بيت من بيوت الفلاح المصري بتاع زمان. هتلاقي ده فرح، ده فرح بقى معمول، العريس وأسرته أو أهله قاعدين، والمُقرئ بيقرأ في القرية، فبينده أهل القرية. كمان بتلاقي حضرتك أنت دخلت بقى أنت الجزء التاني اللي هو الجزء المخصص للسيدات، شايلة المشروبات عشان تدّيها للرجالة، وطبعًا غِيّة الحمام وتأكيلها. لو أنت بصيت فوق كده هتلاقي غِلية الحمام. طيب كمان هتلاقي الخبز أهو. اتفضل يا فندم. برضه أهو تصنيع الخبز والرقاصة والعروسة والبيت بتاع أو اللي هو المكان اللي هتقعد فيه العروسة بيترتب. وطبعًا يعني تفاصيل بقى، تفاصيل مذهلة. كمان برضه الجدة اللي الطفل بيبوس إيديها، بيقبّل إيديها، في تقاليد مصرية مذهلة يا جماعة بصراحة. المكان فظيع. طيب تعالوا بقى كده نخرج نكمّل مشي. برضه بيتكلّم عن الأزياء، الأزياء في مصر، في عموم مصر. يعني مثلًا هتلاقي اللبس مثلًا بتاع الصعيد كان عامل إزاي، اللبس بتاع البدو كان عامل إزاي، لبس وجه بحري كان عامل إزاي. فكل حاجة موجودة هنا. برضه من ضمن الحاجات اللي هي صناعة الحلاوة بتاعة حلاوة المولد، برضه صندوق الدنيا. فأنت بتتكلم في حاجات يا جماعة
فظيعة موجودة، فظيعة المكان. آمم بيورّيك يعني حياة المصريين زمان كانت عاملة إزاي. أنت ده كلّه في قلب متحف من ضمن متاحف كتير أوي، أوي هنا في قلب المكان. طيب هنطلع كده بسرعة. أنا قُلت لك بقى المكان مكوّن من دورين. طيب هنطلع كده. طول بقى ما أنت طالع بتنبهر بإيه، بمشهد الحيوانات المحنطة وأدوات الصيد. بُصّوا، حيوانات كتير جدًا محنطة. طيب في الدور التاني بقى، من الحاجات اللي شكلها مُذهل، هو طبعًا بتخش أول غرفة هنا. دي غرفة اسمها غرفة الفراشات. هتلاقي هنا الفراشات المضيئة، بُصّوا عاملة إزاي، مُذهلة. ده كلّه يا جماعة فراشات مضيئة ليها أكتر من 100 سنة هنا. بُصّوا عاملة إزاي، سبحان الله، 100 سنة على نفس الشكل ده، منوّرة. أنا ما شُفتش قبل كده فراشات منوّرة بالشكل ده غير هنا في المتحف الزراعي. حتى كمان رَص الفراشات أو وضعها بالشكل ده. ده بُص، في برضه في عبقرية معمولة. بُصّوا على شكل النسر اللي في علم مصر. بُصّوا عامل إزاي، تمام. ده بُصّوا عامل إزاي، مكتوب برضه مبارك، م، ب، أ، ر، ك. بُصّوا أهي، برضه مش عارف دي كانت إيه اللي اتقالت لي، مش فاكر والله. وده علم مصر أهو، أحمر، أبيض، أسود. شايفين؟ ده اللي هو العلم القديم بتاعنا، تمام. فطبعًا لأ، تعالوا كده بسرعة جدًا. طبعًا دي من يعني كل قاعة بقى من القاعات دي هتدخّلك على قصة تانية. شكرًا جزيلًا. برضه بُص، طيب آخر حاجة بقى بسرعة جدًا، هي الحوت. مجسّم متكامل لحوت بشكله المبهر. شوفوا بصوا، مجسّم ضخم الحوت. أنا ماشي ده كله قصاده حاجة عظيمة. برضه هيكل عظمي لجمل. بيقال إن الجمل ده من ضمن الجمال اللي كانت بتحمل كسوة الكعبة زمان يعني قديما. وطبعا دي برضه هيكل عظمي لكلب، وهيكل عظمي لجاموس، وهيكل عظمي ل يعني في هياكل عظمية كتير قدامكم. طيب برضه لو انت فضلت تتمشى، فانا بقول لك حاجه زي كده حرام نفوتها من ايدينا. مفيش اي مبرر لاي حاجه. انت واخد الاجازه عشان تخرج الاولاد. بتكلم التيكت ب 20 جنيه، ده مش رقم اي حاجه خالص، مش تمن اي حاجه عشان تيجوا تتبسطوا في المكان المذهل ده. انا بوريك بس متحف واحد من ضمن، بنتكلم ما شاء الله في كام متحف، 8 متاحف. سلام.